هاي، إيه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم إيمان مدربة معتمدة بالعلاج المعرفي السلوكي. أنا النهاردة حابة أقدم معاكم سلسلة هحاول أختصرها على قد ما أقدر عشان تبقى مفيدة لأي حد يكون محتاجها. السلسلة أنا سميتها علاج السم بالعسل، لأني بتكون هي حاجة مؤلمة جدا إني أقرب الناس ليك أو أكتر حد المفروض كان يوفر لك الأمان والتقبل والحنان وكل الاحتياجات الإنسانية والطفولية البسيطة الأساسية اللي أنت بتكون محتاجها في حياتك. اللي بتتولد وربنا بيكون موفر لك أب وأم وإخوات، أسرة وعيلة ومجتمع كامل إن هما يبادلوك أو يبدأوا كمان مبادرة بمشاعر الحب والاهتمام. آه، بيبقى مؤلم جدا لما بتبدأ فيها وانت يعني ايه، بحاول اكون لطيفة في الكلام. آه، مش واخدها بشكل كامل او مش واخدها بشكل كافي او ما خدتهاش اصلا، يعني اللي انت بتبقى قاعد مسارح في الملكوت في حتة تانية خالص. فده هيكون الموضوع بتاع السلسلة. احنا كده كده هنشارك التمارين عملية وبسيطة موجودة في كل بيت. يكون سهل اللي احنا نطبقها ويكون المفعول بتاعها، المردود بتاعه يجيب نتيجة إيجابية وفي نفس ذات الوقت يكون على قد القدرة النفسية اللي عندنا، لأن الإنسان اللي بيمر بالمرحلة دي بتكون صعبة جدا في حياته. تمام، احنا كده كده عايزين يعني نكون متفقين إن بالنسبة لناس كتير جدا ده ابتلاءها في الدنيا. آه، وتاني نقطة إن أنا بتمنى منكم إن انتوا تاخدوا الموضوع ده من باب إن هو جزء مهم هتمروا عليه في حياتكم، محتاجين إن انتوا تتعاملوا معاه بشكل سليم وتتعالجوا منه عشان تكونوا انتوا نسخة أفضل ليكم، عشان انتوا اللي تدوا الحب والمشاعر دي لنفسكم، عشان انتوا تكونوا صورة الأب والأم لنفسكم اللي انتوا كنتوا محتاجينها، بغض النظر عن ايه اللي حصل وخلى الأب والأم ما يأدوش دورهم بشكل سليم. ده كان وعيهم، مستوى ثقافتهم، حصلت وفاة، حصلت حالة طلاق، انفصال، سفر، يعني مش هيفرق. الفكرة اني بغض النظر عن الظرف بس السبب بيكون واقع على نفس الإنسان هو. تمام. بتختلف لما يكون بابا وماما متطلقين على ان هما الاتنين متوفين او حد منهم توفى. بس الشعور الداخلي اللي انا بحسه ان انا فعلا يتيم او مش متشاف، مش متقدر، متمش احترامي بشكل كامل بالشكل اللي انا عايزه، بتكون برضو حاجة صعبة على الانسان. تمام. بس اهم نقطة احنا عايزين نبدأ بيها ان انت ما تقعدش تشغل نفسك بمصادر اكتر من الفيديوهات اللي انت سمعتها عشان تفهم اكتر عن عمق جرح الاب او جرح الام على حسب، يعني هستخدم المصطلحات المتداولة. وفي نفس ذات الوقت هنهدم كل ده في الاخر عشان مش المطلوب خالص المصطلحات، احنا مش جايين نحضر ماجستير او دكتوراه. احنا عايزين نكون افضل، فعشان نكون افضل في شويه حاجات كده متكسره محتاجين ان احنا نرميهم في الزباله عشان هما اتدغدغوا وراحوا في داهيه، وفي شويه حاجات تانية محتاجين اللي احنا نصلحها عشان دي حاجات مهمه جدا من غيرها الانسان ما فيش انسان. يعني احنا هنبني على ايه اصلا؟ فدي نقطه مهمه. تمام، دي الجزئيه اللي احنا محتاجين نتمحور حواليها. إيه، كفاية فيديوهات عن صدمات الطفولة والجرح الأب بينتج عنه 4 5 6 وجرح الأم بينتج عنه 7 8 9. احنا اوريدي مجروحين، اوريدي بنتهته واحنا بنتكلم، اوريدي مش بابليك سبيكر، اوريدي عندنا رهاب اجتماعي، ما بنعرفش نتكلم قدام الناس بشكل عام عادي. في مواطن فشل بالنسبة لمصطلحاتنا احنا في حياتنا، مش ناجح مثلا في الشغل، ما توفقتش في الجواز لحد دلوقتي، او مش لاقي الشخص المناسب اللي يكون يعني اتفق معاه. ممكن يكون احنا عندنا ازمة اصلا في الثقة، ده بيبقى موضوع طبيعي. فاللي بيكون ترتب على اللي حصل بسبب سوء المعاملة أو في بعض الحالات الإهانة اللي نتجت عن الأب والأم أو الاتنين، بتكون واضحة للإنسان، يعني حتى لو لسه مكتشف فيديوهات علم النفس دي أول امبارح.
تمام، يعني اكيد هتكون يعني على مدار الكذا سنه اللي فاتوا دول عديت على يعني فيديوهين ثلاثه، فهمت ايه القصه، عرفت ايه الحوار، انت بتعاني من ده ليه، والتعلق والشخصيه التجنبيه والشخص الاعتمادي والشخصيه المسيطره النرجسي والحاجات دي كلها. اوريدي انت كده كده علاقه الاب والام معاكي كانت سامه، وانت تضررت منها، وده أثر على شخصيتك بشكل عام، فبالتالي بقيت جوانب كتيرة قوي في حياتك رايحة في 60 داهية. تمام، فبيبقى الشغل ما هو علاقات برضو مش أحسن حاجة، والجواز هو علاقات مش أحسن حاجة، وعلاقتك بصحابك وبجيرانك والمجتمع والناس مش أحسن حاجة، لأن هي مش أحسن حاجة بنفسي، فأكيد مش هتظبط مع أي حد تاني. ده موضوع مفهوم يعني. أوكي، بس إحنا محتاجين نركز على النقطة الأساسية. أنا عرفت إن أنا عندي مشكلة، عايزة ابتدي أشوف حل مناسب للمشكلة. هنبدأ فيها بإن أنت بعد ما عرفت المشكلة بتاعتك فين، نحب إن احنا التمارين كده كده نخليها في الآخر عشان بس إيه نبدأ فيها كده. يعني أصلا الفكرة بتاعت كتر الفيديوهات هتفضل تركز على الألم أكتر، فهي هتسبب مشاعر للكره والغضب اتجاه الأب والأم زيادة، بس هي مش هتحل حاجة أو مش بتزود الوعي ولا حاجة، هي بتخليك مش طايق نفسك وبيتك وحياتك زيادة، وممكن تقوم تعمل سلوكيات وتقول كلام تندم عليه لباقي من عمرك، فمش مش هيفيد بحاجة. تاني حاجة احنا زي ما احنا قلنا محتاجين ان انت تطبق حاجات بسيطة. القصة الأساسية منها ان انت محتاج تطلع من البيت، محتاج تقلل قعدة مع الشخص اللي بيحطك في ضغط 24 ساعة. محتاج ان انت تكون واعي بمشاعرك وتسميها زي ما هي وقت ما بتحس ان في مشاعر من الغضب. اكيد يعني مش بنشاركها مع حد وما بنطلعهاش على دماغ حد، والله لو في حاجة ممكن يعني تتكسر أو نعجنها أو ندشدشها من غير ما احنا هنتدشدش بعدها مفيش مشكلة. مفيش فيعني الجري أنسب حاجة. طبعا احنا هنا هنتكلم كل واحد والتكلفة بتاعته، لأن الناس اللي عندها مقدرة مادية إن هي تعمل حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي في الحياة ممكن تتظبط. اللي مفيش اللي زي حالاتنا فاحنا على فيد الكلام عادي جدا، بنشوف ايه اللي بنقدر نعمله نلم بيه الدنيا ونتوكل على الله عادي جدا مفيش مشكلة. يعني بس أهم حاجة نبطل ايه نتحجج. لو في الإمكانية مثلا ممارسة البوكس فالدنيا تبقى تمام جدا، مفيش يطلع يجري في أي حتة فاضية وصوت عادي عادي. لو اللي بيكلمك كان في كلاب بتجري ورا، دي يعني حاجة طبيعية جدا بتحصل معانا كلنا بعد منتصف الليل. طبعا مش الشباب اللي بيقعدوا في الشارع بعد منتصف الليل، احنا أكيدنا في البيت 9 ودي بتبقى رقاصة يعني فيعني لو الشغل متأخر عادي يا جماعة نعديها لبعض مفيش حاجة يعني، بنحب نفترض سوء النية يعني. طيب في النقطة اللي انت بتاعت الإجهاد البدني، حقيقي بتبقى مرحلة مهمة جدا، بتبقى محتاج ان انت يعني توصل لها في حالة اللي انت ما وصلتلهاش، عشان دي هتفرق كتير جدا في فصلك عن البيئة الحالية اللي هي البيت، فصلك عن المشاعر المزعجة والمؤلمة اللي هي اوريدي بيبقى فيه جزء منها معاك بره البيت، وفي نفس ذات الوقت هي بتعمل عملية تفريغ ده لو انت بتمارس الرياضة صح أو بتمارسها بشكل سليم مش بشكل عنيف، أو إن أنت مواظب على المشي كل يوم، أو إن أنت مواظب على الجري. نفس النقطة اللي احنا بنشاركها دايما والناس بتستهتر بيها، بس هي مهمة جدا ومناسبة لكل المستويات. زي ما احنا قلنا ساعة انت لسه بتشوف الفيديوهات أول امبارح أو بقالك 5 6 سنين في الطريق وخلاص حفظت كل المصطلحات والكتب والمحاضرات والكورسات والدكاترة اللي في المجال. التنفس، تمارين التنفس ودي حاجة مهمة جدا، والكتابة بتبقى حلوة قوي لما بتختم بيها يومك قبل ما بتنام. اي نعم قبل ما بتنام عشان تراجع من الشغل مش شايف قدامك، بس دي انسب فترة واكتر حد امين ممكن تطلع فيه مشاعرك كلها اتجاه مديرك، وبعدين تنقل على بابا يعني كل بقى اللي انت فاهم، عشان الكلام ده كده كده مش هينفع نقوله هنا، عشان يعني انا وانت هنبات بره البيت مش هينفع، مش هينفع. انت ممكن تبات بره البيت، انا مش هينفع ابات بره مشكلة عملية بالنسبة لي، مش هينفع، مش هنقوم راحتنا جوه البيت اصلا عشان نتكلش منه، هي كده كده خربانة كمل عادي. طبعا هو الكلام للشباب والبنات عادي، البنات يمكن مش قوي، لان برضو الموضوع ده كان موجود قبل حوار استقلالية المرأة وبعد حوار استقلالية المرأة،
الشخصية الذكورية طلعت قوي، فهي كمان بقى شوية عندها مشكلة في ان هي تعبر عن مشاعرها، لان هي ما بقتش بتعيط زي الاول، ما بقتش بتعرف تلوك زي الاول، عشان ما عندها شغل، عندها قصاد، وراها نكد، وراها برضو صاحبتها هي الأم في حياة كل الآخرين إلا نفسها. هي بتبقى بلاوي سودا برضو لا تقل عن بلاوي حياة الراجل، بس اتس اوكي. احنا بنحاول نلم الموضوع على قد ما نقدر. ماشي. طيب، ده بالنسبة للمجهود الجسدي، التنفس والكتابة، لأن دي اللي هتساعد شوية الموضوع بتاع الكابيتال، سواء ما بتفرغش فيه الأحلام، فبيبقى محتاج إن هو يطلع على الورق، عشان لما المشاكل الكبيرة دي بتتخزن في العقل الباطن، فدي بتبقى مرحلة أصعب قوي إن احنا نقدر نتحرر منها. فبتبقى محتاج إن انت ترجع لحد مختص، واحنا بنعمل كل ده عشان احنا عارفين إن احنا معناش فلوس نروح لحد مختص. كلام واضح، يا رب الرسالة توصل. طيب، فبقى محتاج بقى تشتغل على حاجة يكون فيها الجانب الإبداعي، لأن حياتك كده كده مفيش أي حاجة ممتعة. طبعا احنا بنتكلم عن إن انت تتعلم مهارة جديدة، محدش قالك تتعلم البرمجة أو الذكاء الاصطناعي، محدش قالك تشوف حاجة كبيرة في حياتك، لو عرفت تعمل حاجة زي كده برافو جدا، بس احنا بنتكلم على أبسط وأوسط الحلول. قدرت إن انت تعملها خير وبركة، ما قدرتش شوف حاجة مهارة أو هواية، خليها الهواية أحسن، بسيطة وسهلة تقدر إن أنت تمارسها بشكل يومي، تخرجك من المود. احنا عايزينها عشان تخرجنا من المود، مش عشان تجيب لنا مصدر دخل، مش عشان نقبل بالدولار، مش عشان نحسن مستوانا المادي. احنا هنا عايزين نحسن مستوانا النفسي. مستوانا المادي ده بقى ان شاء الله يعني ربنا يتولاه برحمته طبعا طول ما انت لحالك، ولذلك ده هيدخلنا لنقطة، بس هي دي كانت النصيحة اللي بعدها بتاعت خطة الهروب دي. أنا نصيحة خليها عشان ما نحرقش الأحداث. المهم يعني ركز على حالك، وحاول بقدر الإمكان ما تجيبش ناس تانية في حياتك طول ما هي خربانة، يعني لما تصلحها الأول نبقى نرجع بقى ندور على حد يبوظها من الأول كده. تمام. ايه تاني؟ طبعا لو في ناس بنثق فيهم عشان نقدر ان احنا نتكلم معاهم حياتنا تبقى احسن من غير ما نتعاير ونتفضح والكلام يتمسك علينا وقت العراك ونلاقي نفسنا طلعنا لايف كمان تلت ساعة، اتس اوكي مفيش، يبقى خير وبركة ونعمل نفسنا ايه منها. الله عايزة جدا دي بقى تبقى يعني أهم مهارة تبقى أنت محتاجة إن أنت يعني حرفيا أنت تتعلمها، اللي أنت تتعود تفضفض لحالك. يعني مش عارف، بس لو في حد لسه اتس اوكي اعتبرها إشارة ليك إنه يكون يعني بيحكي لحد وبيثق لحد وبيديله كل أسراره وبيأمنوا عليها بعد شهور الخيانة، مش لازم تبقى خيانة فعلية، وبتحصل خيانة فعلية بعد شهور الخيانة اللي هو مر بيه مع حد من أهله، سواء باباه أو مامته. مش عارفة بصراحة بتجيبوا الثقة منين، بس تمام برافو يعني، والله أنا يعني بحييكوا على الروح الحلوة، بس يعني أنا بالنسبة لي مع أول قفا خلاص تمام الدنيا خربت. عشان كده أنا شاطرة جدا في إن أنا أقطع علاقتي في أقل من 5 سنين، لما نقعد نعيط بعدين بس نقطعها دلوقتي. يجي بقى النقطة المهمة جدا بتاعت خطة الهروب، دي رهيبة، كلنا محتاجينها الصراحة. مش اللي في بالك، مش اللي في بالك بالنسبة للناس اللي بتفكر في الموضوع هو مش اوبشن. ليه مش اوبشن؟ انا هقولك. عشان ايا كان القرف اللي انت بتشوفيه جوه البيت اضربيه في 112 بره البيت. الهروب في الشغل، الهروب في الجواز، الهروب من البيت ذات نفسه، وان انت بقى هون عليكي ان انت تقعدي في الشارع او عند اي حد غريب او عند اي حد من قرايبك اهون من اللي بيحصل فيكي، عشان احنا مش في الجنة. وعدد الناس الصالحين واللي بيتقوا ربنا في النازل وفي النادر كل يوم. فاللي في خيالك في خيالك مش هيحصل. هو ممكن يكون احسن سيكا من بابا، وبابا كده كده مش حنين ومش هيبقى حن عليكي من بابا، بس هو مش هيفكر في مصلحتك يعني وش ان بابا مفكرش في مصلحتك، اكيد مفيش اي حد تاني غريب هيفكر في مصلحتك عشان نبقى معاه، وهيفكر في مصلحته هو لو قدم لك المساعدة.
ان هو يهربك او ان هو يديكي فلوس او ان هو يرتبط بيكي على اساس بقى هو الراجل ما شاء الله في وسط الملايين دول كلهم هو وعكس المستشرق ايه المستغرب بقى الراجل اللي بص معدي مرحلة الأوبن مايند مفيش ذكاء عاطفي اجتماعي مادي فكري ثقافي أكتر من كده خازوق عشان نخلص. طيب كل واحد بقى في الخطة بتاعة الهروب دي سميتها كده بشكل كوميدي عشان بس الناس اللي دماغها ايه رايحة منها. كل واحد هيشتغل عليه حسب الظروف برضه والإمكانيات. يعني الناس مثلا الموضوع بتاع التمشية هي تقدر ان هي تتمشى مثلا كل يوم قبل الشغل هيكون احسن لانه راجع من الشغل اكيد مش هيبقى شايف قدامه. غير مثلا الناس اللي هيبقى عندها امكانيه عندها اشتراك في النادي اوريدي ان هي تطلع مثلا الطاقه دي تقدر ان هي يعني معاها كوتش وفي ادوات في الجيم بتساعد اكتر عن يعني بغض النظر عن الفورمه ان هي توجه الطاقه دي بشكل محدد اكتر للعقل. يعني ممكن واحنا في الجيم العقل محدد كويس قوي احنا بنعمل ايه او التمرينه دي عشان احنا شغالين على ايه اصلا. غير المشي حلو فيه ان هو يعني بيطلع الشعور بس انت مش مركز على حاجه معينه فهو مش فاهم قوي بشكل مباشر ايه اللي بيحصل. فده برضه هيبقى مفيد للناس اللي عقلها بس لو شم بس طريقة التغيير أو الحركة الجديدة أو إن في حاجة داخلة عليه ويروح مكلبش كده ده حلو. يعني يغيبوه على قد ما تقدر إن هو أصلا عقل خبيث فده ما ينفعش تيجي معاه بصراحة ووضوح. الناس اللي الدنيا عندها هادية وسائل الدفاع مش أعلى حاجة روحوا الجيم قشطة مش فيه تمام مش عارفة تدخلوا على نفسكم انتوا ناس بيبين تاني ما علينا. حاجات تبان اللي هي بديهيات وبسيطة وتافهة بس والله العظيم أحيانا الحاجات البسيطة والتافهة دي اللي بيبقى فيها الحل وبتبقى غايبة على الناس عشان هي بتبقى في دوامة فالقصة مش واضحة أوي. زي إن هو مثلا يكون حد مش شغال فهو قاعد في البيت 24 ساعة فده أنسب وقت إن احنا ندور على مش هقول أي حاجة مناسبة. يعني طبعا مبقاش في شغل 8 ساعات تقريبا بس خلينا نقول مجازا يعني احنا هنقضي 8 ساعات برا البيت. لو مفيش يبقى احنا هنحدد احنا الوقت على حسب القدرة الجسمانية والمادية والوقت المسموح بينا برضه عشان كل حد وأهله وأدرى بيه إن احنا نقدر نقضيها برا البيت تحت مسمى أي حاجة. بندور على شغل باخد كورس بنتعلم مهارة بتعلم كروشيه يعني شوف ايه اللي بيبقى مقنع بالنسبة لهم في البيت ونعمله عادي مفيش مشكلة. المهم اللي احنا نحل عن سوا بعضين عشان ده موضوع مهم جدا. سلام. تمام انا عشان بس خايفة ان هو يفصل مش اكتر. لو اوريدي انت شغال والمرتب قليل فده هيكون انسب وقت ان انت تبتدي تدور على شغل احسن فبالتالي الشغل الاحسن بالمرتب اعلى هيبقى محتاج مثلا مهارات معينة ممكن تكون مش موجودة خبرات معينة حاجات كنت محتاج ان انت تشتغل عليها. طبعا قعدت تتأجل عشان انت في بداية حياتك انت بتمر بضغوطات انت مش فاضي دلوقتي انت بتدور على لقمة العيش زي ما بيقولوا لان البدايات غير المنتصف غير فترة الحصاد بقى لو ده الوقت اللي انت بتلم فيه كل حاجة فيها بتختلف. في البداية حرفيا انت بتبقى محتاج بداية محتاج تسخن محتاج تنزل سوق العمل محتاج تشوف ايه الدنيا. بعدين بتدرك ان انت شبابك يعني الدنيا شوية ابتدت تقل خلقك ابتدى يقل 2.5 جنيه اللي انت بتاخدهم على مدار الشهر احنا مضحوك علينا. كده كده في كل حتة هيكون فيها سلب يعني للصحة بتاعتك اللي انت المجهود اللي انت بتديه لا يضاهي في المال اللي انت بتقبضه ودي حاجة مستفزة جدا بصراحة في الشغل. ما هتكلم عن مصر يعني لأن ما روحتش دولة تانية. وبيبقى شيء يعني هو مؤلم ومستفز في نفس ذات الوقت ومضطر مع نفس ذات الوقت فانت بتبقى في خلاط اسمنت بتروح البيت ممكن تفتح دماغ اي حد. المشكلة ان انت لما بترجع بيبقى هما لسه فيهم حل اللك فانا مش عارفة بيجيبوا بقى الباور ده السؤال اللي انا مش لاقي الاجابة لحد دلوقتي.
لو حد شاركني الإجابة ما يكونش كده والله العظيم. مع إني برضه شغل البيت أنا شايفة إن هو بيهد الحيل، يعني بيخلي الواحد مفيهوش خلق. أول واحد بطبيعته ما عندوش بقى الرجل، لأ مش عارفة هي بصراحة برضه حاجة، نصيحة برضه للستات يعني، اللي هي بيبقى لسه عندها باور، والحد اللي جاي من بره يعني مش لازم يكون الراجل، يعني الحد اللي جاي من بره والله العظيم ما بيبقى شايف قسما بالله. لو يعني هقول لك على الأقل ساعة إن هو يفصل، أصلا بيبقى الإنسان تعب لو كل وغير أو عايز يخش ينام، فبيفصل على اليوم، بيصحى أصلا على اليوم اللي بعده. طبعا بتبقى فيه كمية أحداث رهيبة مثيرة جدا بالنسبة للي قاعدين في البيت، شايفين إن هي مهمة جدا لحد اللي مش قاعد في البيت إن هو يحكي له، والله ما مهتم. بس ببقى يعني مش عارفة أوصلها لك إزاي. فبجد يا جماعة ناخد بالنا من النقطة والله العظيم عشان بتجيب مشاكل كتير قوي. يعني دي نقطة تبان اللي هي تافهة، وكل شخص يبان اللي هو معاه حق، بس هي بتسبب جحيم في البيت. يعني فنراعي الدنيا، يعني اللي عنده الطاقة بتاعة الكلام دي لو يعرف ان هو يفرغها في حاجة تانية مفيدة او مع حد تاني مهتم من غير ما يجيب خراب بيوت بعدين، ألف مبروك. ما كانش يبقى مثلا وهو قاعد بيتكلم مع الشخص اللي راجع من الشغل ده يراعي حتى على الأقل ان هو مش مهتم وقاعد عمال يعمل له كده وخلاص، وكتر خيره اداني ودانه. ده أقصى طموح بقى ممكن نتكلم فيه بعد كده. تمام، مش كل الرجالة كده عشان مش كل الرجالة بتقبض نفس المرتب المستفز بكمية المجهود الذهني والبدني اللي بيبقى في الشغل. يعني أنا بحقيقي يعني لو رايح بس عشان أتهان هقبض أكتر من كده. دي بتبقى حاجة مستفزة داخليا، يعني هي أصلا بتعمل ضغط على الإنسان لوحده. تمام، ودي هتوصلنا يعني للنقطة، هي مش اللي لسه اللي قبل الأخيرة، بس عشان أنا مش قادرة يعني أسكت عنها أكتر من كده. نقطة الجواز، يعني تبقى في مراحل معينة أنت بتمر بيها، ده مش وقت الجواز خالص، ده مش وقت إن أنت تدخل حد حياتك خالص، ده مش وقته. مش وقته، عادي بيبقى فيه حب، بيبقى فيه إعجاب، بيبقى فيه إنسان كده بيدخل الحياة أو بتشوفه من بعيد بتحس إن هو آه، خلاص هو ده اللي فيه كل حاجة. وافتكر ان انت برضو من قيمة كام شهر كان نفس القفا عادي جدا، فهو مش اخر قطعة وهي مش اخر واحدة، بيبقى شعور تحفة. في فرق بين تمام والله، فاهمين. مقدرة شعورك اقسم بالله، بس بيبقى يعني مش وقته. مش بس فكرة ان انت حاليا في حاجات كتير قوي مش هتقدر ان انت تقدمها للشخص، بس القصة ان هو انت مش فاضي، بس بالعكس مش جاهز، مش رايق. وهيبقى أبسط حاجة اللي انت هتحتاج انت تقدمها للشخص ان هو انت يكون عندك مساحة، عندك فراغ، عندك وقت، عندك مشاعر، عندك استعداد، عندك ودان، عندك طقطان ان انت تستقبله في حياتك. زي ما داخل بقى نشارك بعضينا، انما جو احنا بنشتغل بنعمل باي باي مرة في الشهر، ده طب نخلي كل واحد عند الست الوضع، يعني ايه لازمته؟ ايه لازمته؟ اللي بعد ما يتجوز بيكتشف ان هو بيتخنق فجأة. اوكي، طيب هي كانت نقطة مهمة، بس يعني ملناش دعوة، كل واحد حر في دماغه. طيب الفترة طبعا بتاعة التطوير اللي انت عشان تنقل من شغل لشغل أحسن، لو في حاجات بتروح في الرفاهيات، ده لو أصلا في رفاهيات في حياتك فهيبقى ده أنسب وقت إن انت تقلل فيه. احنا اللي بنحاول نعمله في الثلاث خطوات اللي فاتوا دول، فكرة إن انت تحول طاقة الغضب والكبت اللي عندك لحاجة مفيدة، اللي هو لو انت مش شغال بيها كويس، بدل ما تقعد تخنق بيها نفسك أو تخنق بيها ناس تانية ملهاش ذنب، إن أنت توجهها في حاجة مفيدة. لأن هو الموضوع كله بيتمحور على المشاعر. أنت محتاج مشاعريا ونفسيا إن أنت تكون أفضل، حتى لو مفيش حاجة على أرض الواقع اتغيرت. وعامة مفيش حاجة على أرض الواقع هتتغير طول ما أنت قرفان وغضبان ومضغوط ومتعصب وطهقان ومش طايق أمة لا إله إلا الله. يعني هيبقى طول الوقت مفيش خلق إن أنت تعمل حاجة، مفيش طاقة، مفيش جهد، مفيش روقان. بالنسبة للناس المودية أو المزاجية شوية، ده بالنسبة لها موضوع حياة أو موت. في ناس بتعرف تشتغل وتكمل حياتها رغم كان القرف اللي هي بتمر بيه، بس مع مرور الوقت هو ده بيؤدي على الاستنزاف والاحتراق النفسي والمكود الداخلي وكل الكلام التحفة اللي الناس بتحبه ده.
وده اللي بيوصلنا ان انا بفضل قاعد يعني مقتنعة بنسبة 100% ان انا عبارة عن حطب، عبارة عن حديد، عبارة عن اي حاجة مفيهاش روح، فانا قادر ان انا اكمل رغم كمية القرف اللي انا فيها. فهيبان طبعا ان دي قوة. واو بسم الله ما شاء الله، وكيل بياكل النار كده ولعة حرفيا بيطفيها ببقه، يعني عايز جدا مش مشكلة، ومفكر ان هو هيفضل مكمل بقى لحد 70 على كده. انت ما كنتش صغير اصلا من اللي انت مريت بيه، دي معجزة من عند ربنا. اللي بعد منها بقى الأقل درجة يعني اللي هو لطف بيك، مش هتفضل سليم أصلا بعد اللي حصل نفسيا، مش هقولك على الأقل ده على الأهم. فبالتالي كل حاجة هتخرب انت نفسيا، هي خربانة خلاص. ممكن تبقى فيه ماديات، ممكن تبقى فيه علاقات، ممكن تبقى فيه شقة وعربية تحفة، ممكن تبقى انت في بلد وهم، بس انت على المستوى النفسي انسان يعني بين لربنا، فطبيعي جدا ما تتعشرش. سهلة بديهة هي خالص، زي الناس اللي انت بتشوفهم عايزين 30 جزمة ومش عارفين تلت ساعة الأكسجين بتاع المكان كله راح، محتاجين بقى أنابيب، وشوية شوية نخش على التبرع بالدم لأن هبوط حاد بقى في الدورة الدموية، مش قادر كتير عليا اللي أنا فيه. بس ما بيبقاش فيه بقى، أنت مش عارف توصلها ازاي، فلازم تبقى أنت اللي قايل الذوق. الناس بجح، الناس بجح عادي مفيش مشكلة خالص. طيب ده لو وصلنا للنقطة بعد أنت تكون قادر للتطور عشان حاجة يعني تقدم على شغل أفضل، فيبقى المرتب أعلى، فيبقى بنوصل للمرحلة إنه على أرض الواقع في تغيرات فعلا حقيقية علشان العقل يقتنع. يعني موضوع أنا حلو، أنا فل، أنا مفيش مني اتنين، أنا مش عارف ايه الكلام الحلو الجميل، ممكن يغير المود، ممكن يغير المشاعر، ممكن الأفكار البسيطة والسطحية بمعنى أصح، بس كان العقل يقتنع إن أنا يعني امبارح كنت متدمرة والنهاردة الصبح قمت اشتغلت على ثقتي بنفسي وحسيت ان انا اجمد واحده في الكون. انت كدابه وش، انت مقتنعه ومش مقتنعه، فده هيعمل لكم عركه كبيره قدام انتوا الاتنين. فهنرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، لو في بقى طرف معانا يعني في علاقه اوريدي، ده هنلعب بيه بينج بونج، ده الكره بتاعتنا هنقعد ننططها كده لحد ما ندخلها في السله، فده ان شاء الله هيتشوي على الجريل، ملناش دعوه بفكر واحده. طيب ده عشان تاني اتكلمنا في فكرة الجواز، اتكلمنا على النقطة بتاعة الاستقلالية. طبعا الموضوع بتاع اللي انت تغير البيئة دي كلها دي حاجة حلوة جدا، ولكن ده بيرجعنا لنفس النقطة بتاعة الفلوس. بالنسبة للناس اللي ربنا فاتحها عليها بس ممكن يكون عندها مخاوف، ممكن يكون عندها عاطفة جياشة، مش جاية معاها فكرة ان هي تسيب بلد وتروح تنقل لبلد تانية بتكتشف فيها كل حاجة من أول وجديد، حرفيا تغيير بقى على تغيير. يعني تقول أصلا الناس والله هي تعمل شهادة ميلاد جديدة لن نتأخر لحظة، بس ما تبقاش فيه إمكانيات. في ناس تانية بيبقى سبحان الله فيه بس هو مفيش الدفع، احنا محتاجين نتعرف على بعض ضروري. الموضوع ده هيفرق معانا 360 درجة يا جماعة بجد. فيعني نصيحة للناس اللي تقدر ان هي تعمل حاجة زي كده وهي اصلا اوريدي يعني بتمر في الحالة دي، فيا ريت شعور تأنيب الضمير ده او جلد الذات او العار ايا كان، شيطوها على النار كده زي الرنجة كده ما كانوا بيعملوها على ايد البوتاجاز كده، شيطها ولع فيه، لان هو لن يفيد باي شيء غير ان انت بتفضل واقف في مكانك بتاخد بكل انواع الجزم اللي موجوده في الجزامه، وفي الاخر ما مفيش شفقه ولا رحمه ولا سوري ولا معلش ولا اي حاجه، وبتبقى انسان زباله يعني بعد كل ده. فلو انت قاعد مفكر ان عشان انت الدعم وانت السند وانت الظهر واحنا من غيرك نروح ونضيع بلح جدا جدا يعني في 26 فانت بتهزر عادي، يعني كنت من مكانك من قريب مش كتير يعني، بس بنتكلم بأمانة في كلام كتير قوي قديم جدا لسه بيضحك علينا بيه، فهي مصيبة سودة عشان بس ايه نبقى على نور. تمام. طيب ف يعني لو انت في حاجة مسؤول عنها، مثلا إيجار المكان اللي هم قاعدين فيه، المصروف الشهري اللي بتدولهم،
الأدوية، حاجة مثلا محتاجة تمريض مثلا وانت عندك إمكانية لو انت بره، يكون في حد بشكل احترافي يقدر يؤدي الوظيفة دي وياخد بعضه ويمشي، يكون مقيم وفي يعني أمانة وانت معاك يعني كل ما يثبت ان الانسان ده تمام، او ان الانسان ده لو حصل اي حاجة هجيبه من بطن الحوت، مفيش مشكلة. مش لازم يعني تؤدي الدور ده بنفسك، عشان في دور تاني إيه، هتتصدم بيه بشكل مؤلم جدا. وانا هنا بتكلم عن النموذج السيء، مش الطيب، اللي هو انت بتقدم كل اللي عندك ومازال انت 60 في 70. هيعدي كل ده، هتكتشف ان انت حياتك، انت الفترة المهمة اللي كنت المفروض تعيشها راحت. وطبعا انت كده كده ما تشكرتش. والاساسي ان انت لما بتكون مريت بالحاجات دي، ففي حاجات كتير قوي بتبقى بتعملها عشان انت محتاج تتشكر، محتاج ان انت تسمع شكرا، عشان دي بتضيف عليك حاجة، عشان انت مش ملاك نازل على الارض، انت انسان وعندك احتياجات، ان انت تعمل حاجات طيبة ويتقالك ان هي طيبة وتتشكر عليها. بس انت بتفضل عايش في اللقطة بتاعت المثالية اللي هم برضو ربوك عليها، او بتبقى عايز توصل لهم ان انا انسان متفاني جدا، انا مضحي جدا، انا تحت رجلكم جدا، لا الجزمة واديني بيها تاني. فانت كده طبعا تمام وبر وكويس ورهيب ومفيش منك ست على الارض وكل الكلام الحلو. في نهاية المطاف لما يعني هيتوفوا، هيفترقوا، ايا كان الدنيا هتلف ايه اللي هيحصل، وحضرتك كده برضو هتبقى مع حالك. يعني مش بس هتكتشف ان انت هتبدأ من نقطة الصفر، انت هتبدأ من نقطة الصفر او يمكن تحت الصفر، لان الصفر ومعاها مشاكل، فهي بالسالب. وقبل ما نشيل السالب ونحط الصفر ونبتدي نزود واحدة واحدة عشان نطلع من الموجب، يعني انت بتلعب في مرحلة عمرية خطيرة جدا. وهتبقى انت بقى الوحيد بقى في وسط جيلك ومنطقتك وناسك اللي لسه بتدعو الى هذه الفكرة، اللي هو عادي، وايه يعني لما بقى في السن الفلاني ولسه ببدأ كذا وبعمل كذا. يعني مجتمعاتنا العربية معروفة، لسه صاحية أول امبارح، الحمد لله على السلامة، الكلام ده مش موجود عندنا. في حاجات عادي ممكن نتغاضى عنها خالص أو نأجلها 3-4 شويات، لأن بقى في إجماع على الموضوع ده، أو هي حالة اجتماعية اقتصادية ثقافية كاملة علينا كلنا، رغم محاولاتنا المستميتة اللي احنا ما نروحش اتجاه هذه الحفرة. فده أمر الله، اللي أنا يعني بدبس فيه نفسي وبحط فيه نفسي بالإطارات اللي مودية في 60 داهية، فده غباء شخصي. بكل بقى النقط اللي فيها الفروع بقى بتاعتها اللي احنا هنقعد نتكلم، لا بس ده الصح وده المفروض وده واجبي وده دوري. وانا بتكلم على فئة يعني هم كلهم حبة قد كده من المجتمع، هم عارفين نفسهم، فهم مش مضطرية اللي انا اقعد افتك في جراح ان هم لما عملوا لما سووا لما خلوا لما وصلتنا المرحلة اللي احنا فيها ما فكروش بنفس التفكير، انهم اصلا كان هم اكبر وده كان دورهم، كانوا هم واخدين القرار وكانوا عارفين بيعملوا ايه وداخلين على ايه، وبدل ما نجيب طفل جبنا 6 عشان يعني تختتم كل ده الستارة هتيجي تنزل عندنا، اللي هو اصلا الدور اللي ما جابش جملتين، انا ملحقتش اقول اول كلمه قامت قافله عليا، عشان انا الشهيد المحترم المضحي الاصيل الطيب، الجناحات ضاربه في السقف واخدانا الصاله كلها 20 كرسي نقعد فيه. فبلاش يعني، حابب تكمل اوكي، يعني بقول للكلام للناس اللي هي حابه ان هي تاخده، بس مش عارفين نطلع منه. ربما تكون غايبة عنك عادي، والله العظيم أحيانا بتبقى حاجات صغيرة جدا وبسيطة وتافهة وقد كده، ودي اللي كان الموضوع واقف عليها، يعني كانت هي يعني نص الورقة اللي عشان نقفل الملف ده. طيب دي النقطة يعني بتاعت الاستقلالية بين حياتك انت الشخصية، سواء اللي هي بلد تاني لو الفرصة أفضل والمرتب أحسن والثقافة بتاعت المكان كمان اللي انت رايح له جاية معاك أكتر،
لان فعلا في ناس يعني بتنجح في البلاد التانية لان بتكون هي طبيعتها الشخصية ما بتتفقش مع المجتمع او ثقافة المجتمع اللي هي عايشة فيه، فهي بتكون موجودة في المكان ده بتبقى هي مضغوطة نفسيا. لما بتتنقل بيكون في وعي مختلف، مش فكرة الحرية، فكرة وعي مختلف بيتناسب مع الوعي بتاعه هو، عاداته وتقاليده هو الشخصية وطريقة تفكيره والحاجات دي كلها، بيكون يعني في راحة أكتر، فبتبقى الحياة سلسة شوية، مش يعني مفيش أصلا حياة عامة على السيراميك يعني، بس بتبقى أريح شوية. فبالتالي بيكون في جانب بقى أكبر من الإبداع، من اللي أنا أحس إن أنا قادر أخد نفسي بشتغل وأنا مش مضغوط وفي 30 جزمة على دماغي، يعني بيبقى الدنيا بدل ما أنت بتفك. بس يعني نقول اللي احنا بنعمله ده بنحاول يعني نفتح المجرى الأساسي بتاع التنفس، ما بنركبش واحد إضافي جنبه، لو كده مفيش أحلى من خلقة ربنا. أي حاجة تانية مهما اتطورت هي صناعية غير الحاجة الطبيعية اللي انت مولود بيها. احنا عايزين نرجع لمرحلة الحالة الطبيعية اللي أنا كنت مولود بيها. طيب، فلو احنا قدرنا نعمل ال3 خطوات اللي قبل كده ونحينا موضوع برضه نقطة الجواز اللي احنا اتكلمنا فيها، ممكن توصل للمرحلة اللي انت لو ما قدرتش تطلع بره خالص ان انت تقدر تغير ولو جوه، حتى لو الشقة في العمارة اللي جنبه أو في الشارع اللي جنبه أو في المحافظة اللي جنبه، المهم ان هو يكون فيه مسافة. كل ده ما قدرتش اللي انا اعمله عادي، ممكن اعمله من خلال الاوضه بتاعتي اللي انا عايشه فيها، بس ده بيبقى محتاج جهد نفسي. فاحنا بنقدم ايه؟ يعني ابسط الحلول اللي هي لما هتطبق هتجيب افضل نتيجه. اللي بقى مش موجود بيبدا بقى بيتضغط، زي ما انت بتبقى عارف ان الحاجه اللي انت ما بتقدرش تدفعها من جيبك او الحاجه اللي انت ما بتقدرش تدفعها من فلوسك، انت بتدفعها من حاجه اغلى بكتير جدا من فلوسك. ممكن تكون بتدفعها من كرامتك، ممكن تكوني بتدفعيها من شرفك، ممكن تكون بتدفعها من سمعتك، فهي دي حاجة بنقلب 60 نيلة. فإن أنا أديله 200,000 كان أرحم من إن أنا أقعد 3-4 سنين بتعالج من ذكرى منيلة ب60 نيلة من إنسان أصلا. كلام كتير يعني، بس ما ينفعش يتقال طبعا، بس احنا عارفينه كده كده بنسمعوه كل يوم في الشارع. تكون يعني مفكر ان دي حاجه ما ده في ودنا كلنا 24 ساعه. اسال اي حد معدي بالموتوسيكل هيرص لك الرصه، كلهم ماشيين بنفس الورقه ما شاء الله، مش عارف مين موزع السكريبت عليه. طيب، تاني نفس القصه للبنات، ده مع اختلاف الامكانيات اللي مسموح بيه في المجتمع بتاعك واللي مش مسموح بيه في المجتمع بتاعك، الى حين ان يجي امر ربنا بالفرج. ما صوتش حاجه عشان متفكرش انا بدعي على حد دي النيل. طيب، اخر حاجه نختم بيها التمارين. دي حاجه مهمه جدا، التمارين. في يعني 2 تمرين مهمين جدا هنشتغل بيهم بس على اصعب حته في الجزء النفسي بتاعت اللي هو يعني السؤال بتاع التمرين الاول، ايه اللي انت تجيب يعني ورقه وقلم وهتكتب كده بمنتهى الوضوح ايه اللي انت متنازل عنه من حقوقك من ناحية أهلك، يعني ده واجبهم اتجاهك انت، متنازل عنه، تمام، في سبيل ان انا احصل على 1 2 3، تمام. او ايه الحق اتجاه يعني اهلي يدعوني، يعني انا متنازل عنه في سبيل ان انا يكون عندي كذا، فيبقى كل واحدة قصادها واحدة. يعني مثلا متنازل عن دعمهم المادي مثلا، او متنازل عن شعور الاحتواء او الدفء اللي موجود في الاسره، عن قصاد ان انا انعم بالسلام النفسي او الهدوء النفسي او الاتزان الفكري، ان يبطل حد يعمل لي ضغط على دماغي بافكار هي نفس عين البوتاجاز اللي كنا لسه مشيتين عليها الرنجة في اول الكلام. يعني بمنتهى الوضوح، عشان ايه؟ احنا جايين هنا عايزين ننهي الموضوع مع نفسنا مش مع حد، اوكي؟ فده احنا محتاجين يعني يبقى بينا وبين نفسنا واضحين فيه مع بعض، النفس والعقل كده، النوايا من جوه مش هنشاركوه مع حد. فكرة المواجهة
والصراحة، وإن أنا أكلمهم عن مشاعري وهم لازم يبقوا عارفين إن هم أذوني، ده كلام حلو جدا في المسلسلات العربي. تحفة تحفة تحفة، دراما بقى وملايين بقى المشاهدات. خلصت. ولما غزاها ولما شتمته ولما فتح عليها باب الحمام وحاجة يعني بتقرف، الواحد مش لاقي حاجة يتفرج عليها. يعني بقى في نكد في الحياة ونكد في التلفزيون. طب أنا أفرفش فين؟ أنا عندي حاجة صحية تمنعني من الخروج دلوقتي، أفرفش فين؟ أولع فيكم أسهل، عشان بس احنا بنتفاجئ من العنف والجرائم اللي احنا بنسمع عنها. فتحنا باب الشقة لقيناها قدامنا، هي جت صدفة، ساعة البريد غلط في العنوان البريد وهو معدي. كتير والله كتير. ده التمرين الأولاني، يبان إن هو سهل وبسيط وسطحي وتافه ولو إنه منيل ب60 نيلة. تمام، وجه التنويه برضو علشان أنا بحاول بقدر الإمكان أرفق ويعني أرحم الناس اللي بتشتغل مع حد، عشان في ناس بتكون في طريق الوعي والتشافي هي بتشتغل مع حالها، بتحضر الكورس مع حالها، بتقرا الكتاب مع حالها، ممكن يكون مثلا مع الثيرابي بس كل فين وفين عشان ظروفهم المادية. في ناس مثلا لأسباب أسرية ما يقدروش إن هم يتواصلوا، في حاجات كتيرة يعني صحابي اللي أنا عارفين. فهذا التمرين لا نستهين به، أوكي، عشان هعيط جدا قوي بعدين وهيفتح جراح صعبة جدا. هنفتكر حاجات وصور ذهنية وذكريات منتلة ب60 نيلة، ولكن لو طلعت فاحنا الحمد لله ماشيين زي الفل. وكده كده الحاجات دي كانت لازم تطلع عشان احنا لازم نبقى احسن عشان نقدر نعيش حياة احسن. الحاجات دي طول ما هي جوانا هنعمل حاجة هنندم عليها كلنا، ده لو وعينا بيها اصلا. يعني احنا ملحقين، يعني عايزين نلحق قبل ما نخش على الجريمة. اوكي طيب، ايه مثلا ايه؟ يعني مثلا هما ما يكونوش مثلا موجودين معاك في نفس المكان، بس ان انت تنعم بالهدوء، انك مثلا مكتفي بزيارة اسبوعية ليهم، بس ان انت يكون عندك هدوء او سلام نفسي، غير ان احنا كل يوم بنشوف بعض او الباب في وش الباب. حاجة بتبقى للناس اللي عندها مشاكل، الناس اللي هي عندهم زي الفل الحمد لله ربنا مش مبتليكم في باب بيتكم عليكم واحمدوا ربنا وساكتين. سهلة 3 خطوات اسهل من بعض، مفيش اي حاجة. طيب تمام. أو فكرة إن أنت تراعي أو تشيل مسؤولية أو تساعد مثلا فوق طاقتك في سبيل اللي قدامك يقدر يعملها، بس عشان أنت عايز تبروز نفسك أو عايز تثبت ليهم أو عايز تبين للناس إن أنا كويس. أنت مش كويس، بس هي 60 في 70 خليهم في 120، واللي يقدروا يعملوه سيبهم إن هما يعملوه، ويبقى عندك أنت مساحة أكبر من يعني الحرية، وإن أنت تكون مرتاح. ممكن ما ترتاحش نفسيا بس هترتاح جسديا. فلما الوجع الجسدي اللي انت بتحس بيه كل يوم بسبب حاجات كتير قوي بتعملها تحت بند الخدمة ليهم، ويجيلك ضغط اللي انت لازم تقول لهم، لازم تبقى صريح، لازم تبقى واضح، ولا لا انا مش هقدر اعمل كده تاني، مش هوصل ده تاني، مش هروح المكان الفلاني تاني، انا ماليش فيه ان هي عشان بتعزم اختها مش عارف فين، فانا الدليفري اللي بين. بس انت مش قادر تقول عشان انت عارف ان ده هيعمل مشاكل اكبر بكتير، فهي بتخش في المشاكل الأكبر بكتير. وده هنرجع تاني لكمية الجهد النفسي اللي انت بتبذله عشان توصل للمرحلة دي. يا بتشوف انت بتقدر تتنازل عن ايه تدريجيا. كده كده مفيش أي حاجة لما بتيجي مرة واحدة خبطة لزق بتتحل بهدوء، يعني كده كده هتتشتم، يعني ده موضوع فوق. وممكن وانت او مش ممكن، هو اكيد اصلا طول فترة التغيير بتاعتك حتى وانت بتاخدها تدريجيا بتتشتم، بس هو انت لما بتتشتم وانت بتوصل لحاجة، لو الإهانة مستمرة وانت بتعمل حاجة، على الأقل آخر اليوم وهي بتلومك زي كل يوم، بتكلم عن نفسك يعني،
هتلاقي حاجة تقولها لها. أو بس أنا بحاول، أو بس أنا دلوقتي بحضر الكورس ومنتظم وخدت درجات كويسة وأنا المتفرد في وسط زمايلي، والمدرب قال لي إن أنا وصلت لمرحلة حلوة، شاد بذكائي، خدت مش عارف ايه، خلصته في وقت. دلوقتي بقيت باخد مرتب أعلى مثلا، غيرت الشغل اللي أنا كنت فيه، بطلت تهته وأنا بتكلم، بطلت أفقد أعصابي. أيوة بس هي لسه ماما مثلا بتقول كذا، بس أنا في الأول كنت بتأثر. دلوقتي بعد ما عرفت حقيقتها وشفت الصورة الأصلية اللي أنا بقالي سنين ناكرها، خلاص أنا بقيت تمام. لو الشتيمة والمعاناة والألم مستمر، بس في تغيير، والتغيير ده لو بعد 3 أسابيع أو بعد 3 شهور أدى إلى نتيجة، فده أرحم من ال3 سنين أو ال30 سنة اللي أنا كنت بتشتم وبتهان وبتعرض لأشكال مختلفة من العنف الفكري والنفسي. بس أنا بالع وساكت يعني عشان برضو نخش في الحتة بتاعت ان انا كويس، وان انا صابر، وان انا راضي، وان ابتلاء وانا مسلم امري لله. والموضوع شائك وانا بحاول بقدر الامكان ما اخشش في الحاجات الشائكه، بحاول بقدر الامكان ان انا اقدم الحلول الفعاله اللي تخلص من غير ما نخش في حاجات كتير قوي احنا بغنى عنها. فاتمنى ان هي توصل، بس انا بوضح عشان لو ما وصلتش توصل، عشان في ناس شبهي ما بتفهمش يعني بشكل مباشر، ما بتاعش دايركت، مش عارف ده ازاي. اوكي، عشان المرة دي بالذات ببص كتير في الورق لان انا مش في الفورمه خالص، واستنيت انبالي كتير مستنيه انا ابقى في الفورمه رايحه ب60 داهيه وغاليه يعني، مش عارفه اجيب واحده تانية بصراحه، يعني الحمد لله. طيب النقطه المهمه يعني هتقفل التمرين بنجاح ان شاء الله يعني، وفي نفس ذات الوقت هتخلي اي حاجه من اللي انت بتعمله في الكام نقطه اللي احنا اتكلمنا فيها ولو نقطه واحده، لان بيبقى الدرس الاكبر اصلا من كل ده عدم التعاطف. لاني بنسبه كبيره قوي يعني اغلب الناس اللي بيمروا بالحاجات دي مع اهاليهم هي بتبقى مشكله التعاطف يعني بيوصل لحد التقمص. انا باخد الابتلاء اللي عندك، انا باخد الشعور اللي عندك، انا باخد الوكسه اللي انت فيها، انا باخد نتيجه القرارات الغلط اللي ممتنه عن التفكير راح في 60 داهيه والبسها، فانا كده ابنه بره. ده يعني ده مش الولاء الخفي، ده ما وراء الولاء الخفي ده الدنيا خربانه بعد الولاء الخفي. فكره اللي هو انت ده أعماق الباطن يعني إحنا بنقوله هنا ده كلمتين في الضحك، ده في الشغل مش قادرة أقول لك على الحزن اللي إحنا بنبقى فيه والوجع وعياط ومرمطة وقصة كبيرة يعني مش لازم تخش في تفاصيل. المهم اللي هو أنا ما ينفعش أنجح وأنت فاشل، أو أنا أتجوز وارتاح وأنت واخدة بالجزمة، أو إن أنا أجيب الولد وأنت خلفتك بنات. يعني فكرة إن هي بتتضارب عندك إن أنت بتبقى فيها إيه، خيانة الأسرة، ما ينفعش تتفوق على أبويا. كل ده بيطلع امتى؟ لما الغضب بيظهر، ولما الغضب بيظهر لما انا اكتفيت من كتر ما انا عملت نفسي دواسة لبابا وماما علشان اثبت لهم ان انا كويس، فاقدر اخد كمية الاحتياجات اللي انا ما خدتهاش وانا صغير. وطبعا كل ما بتكبر كل ما الموضوع بيكون اصعب، يعني كان من باب اول عمرك معاه وانت طفل يعني ليك حول ولا قوة، فما بالك وانت دلوقتي سنك قد كده مش انت مش متربي اصلا، وبقى لقبك العاق راح العاق جه، الميلة جت المعضولة مشيت يعني بقى. فاهمين يعني ثقافتنا المصرية الجميلة الحلوة اللي كلها هزار بيجيب مرض نفسي دي يعني، بس اللي في حد معانا هنا من حتة تانية. طيب المهم خلينا نتكلم في الثقافة اللي هنا كده كده مع أي حتة تانية منورنا، بس أنا شايفة إن يعني هو إجماع يعني في الوطن العربي اللي إحنا بيبقى فيه هزار كده، هو في القطنية على طول بيجيب مرض نفسي وش من الكلام اللي بيتقال. لأن أصلا كل اللي أنت بتمر بيه واللي إحنا بنحاول نعالجه بأبسط الحلول الممكنة دلوقتي هو كان ناتج عن إيه؟
جراح مستمرة ما بتقفلش بسبب كمية الكلام الجارح اللي ما بيوقفش. هو كل يوم حتى الخميس والجمعة كل يوم شغال نفس عدد الساعات على مدار الكام سنة، لحد ما بتجيلك السنة اللي بتاخد فيها خبطة على دماغك، بتصحى بقى بتبقى حد بقى ففجأة هما بيتصدموا بهذه الشخصية القذرة، اللي هو لا 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 ده مش ابننا، ده نزيل مربيه. لا، التربية لها ب60 نيلة بس فجأة أرض الواقع. المشكلة انتي بتكتشفي ده بعد ما بتكوني بقى يعني المهم يعني الأمهات برضو اللي عملت يعني كان الله في عونها بيبقى عندها برضو وكسة من نوع آخر. فيعني مفيش حد مرتاح ولا حد متعافي يعني انت مثلا السكينة اللي انت واخدها من أهلك أهالي تانية واخدينها من عيالهم. في بقى أوقات بيبقى يعني بقى تسليم مخدرات بقى، انت بتديله الشنطة يديك الفلوس، بتديله السكينة دي ويدالك لما تكبري. هو كمان برضو استنى لحظة الضعف اللي انت فيها، لا حول بيكي فيها ولا قوة، وعمل معاكي زي ما انت عملتي معاه. هو طفل صغير ما كانش ليه حول ولا قوة، وانت ما كنتيش أمينة عليه، ما كنتيش قد الدور اللي انت اخترتيه. فالموضوع مش بهذه البساطة، لأنها مسؤولية كبيرة جدا. فلو احنا على يقين اللي احنا مش قدها نقعد على جنب، نقعد على جنب. يعني هي دي قسوة ودي قسوة بسمعها. الكلام برضو المتخلف المستفز بتاع عانس او مبتخلفش او راحت عليها وكانت جابت لها حتة عيل بدل ما هي قاعدة. تعالي شوفي اللي جايبين عيال ما عملوش اي حاجة عشان مثلا كان عندهم تخلف عقلي خفي ما بانش غير على كبر. عيالهم عاملين ازاي دلوقتي، وبيقولوا عليهم ايه، وبيدعوا عليهم بايه، وبيتمنى لهم ايه من شدة الألم والقسوة اللي وصلهم ليها. ودول يعني أول ناس، يعني أب والأم، يعني في ايه بعد كده؟ ده أول حاجة رقم واحد بعد ربنا طبعا. بس بتكلم هنا على الأرض، على العلاقات المادية. ايه يعني لو الخيانة جت من هنا أنا هستنى ايه؟ لو الوجع جه من هنا أنا ما هستنى الحنية فين منين؟ يعني ازاي الساعة كام؟ يوم ايه؟ بعتلي لوكيشن. 2 جنيه عقل هتفرق في حتت كتيرة قوي. بس ليه نتعب نفسنا؟ ليه حلو كده نقعد نقول كلام مؤذي ونرمي يمين وشمال؟ احنا مش باصين لخيبتنا اصلا. ما علينا. طيب، فكرة ان انت لو بدأت تطبق اي حاجة من دول او بدأت تطبقي اي حاجة من دول ملهوش داعي ان احنا نرجع لنفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها، موضوع التعاطف او الشعور بالذنب. كده كده في البدايات احنا عايزين نكمل واحنا حاسين المشاعر عادي خالص، احنا مش هنكبت، احنا اصلا بنطلع يعني نعمل كل ده عشان نطلع كل ده. في الرحلة دي كلها هنمر بكل ده، هنمر بالشعور بتاع الغضب، هنمر بشعور ان انا بتدمر نفسيا، هتمر بشعور الخيانة بسبب الوجع اللي جالك منهم، هتمر بشعور ان انت اللي خاين بسبب اللي انت بتعمله عشان مصلحتك، فانت حاسس ان انت بتخونهم لان انت ما تمش تربيتك بشكل واعي انك من حقك انك تعمل وتشوف وتعيش ويبقى لك مصلحة وحياة خاصة بما لا يتعارض مع حياتك الأسرية. بس احنا بنربي على عبودية، يعني انا اصلا جايبه الكلب جولد من تحت رجلي، الاكل ده كنا مكلمين، فانا بربي يعني ده. وبعدين لما بنوصل بقى لمرحله معينه من من السن والوهن، بعد كميه رهيبه من سنين متناهيه من قله الادب، ابقى عندي صدمه عارمه من اللي ولادي بيعملوه فيا. وفي سؤال انا دلوقتي في الاول كان بيوجع، انا دلوقتي بفصلني ده، شايف احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ انا بقيت بسمع رخاء دلوقتي، بحاول بقدر الامكان ما اقعدش مع تجمعات، اصلا مبقاش فيا طاقه لحاجات كتير، بس اللي هو يعني اما اتفصل ضحك هي بتتكلم وهي قهرانه، انا مش اصلا. هو السؤال بيبان ان هي كانها محتاجه اجابه، لا هي بس هو سؤال من باب الصدمه استنجالي، علامه تعجب. انما هل هي جاهزه للاجابه؟ لا طبعا. هل حد يقدر يقول لها الاجابه؟ لا طبعا. هل هي هتسمعه؟ للتقطين، للتقطين، والحق احجز في مكان. يعني محتاجين ندرك ان في كلام ده بعد ما بنقول الشنطه
بره باب الشقه، والكوتشي 2 بره، بحيث ان انت هتقول كرسي اللي بيبقى في الصالون اللي على الحرف ده، اللي هو غالبا بيبقى قريب من باب الشقه، ومن غير سلام عليكم وافتح الباب وامشي، لان لو طلوك خلاص انت كده في السليم، انت عامل كفته حرفيا. ده بقى الصراحه والوجع، وقول وعبر عن مشاعري، لازم تعرف ان هي والله والله لو اهلي عندهم هذا المقدار من الوعي، وهيبقى فيه تقبل والدنيا هتتصلح، او على الاقل يبقى فيه تفاهم، يلا بينا يلا بينا، ايدي في ايدك واعزمني. يعني انا نفسي احضر قعده من دول والله العظيم، بدل القعده النتنه اللي انا بحضرها، نفسي احضر قعده من دول، يحكوا لماما او لبابا او للاتنين ويقول لهم ايه الدنيا، اما يتصدموا عادي ويقولوا كلمتين طبيعي، هنقعد نعاير بعض باللي انا عملته لك بقالي 32 سنه وان انت عيل عاق، بس نتمنى في اليومين التلاتة، الاسبوعين التلاتة بتوع القعده دي، بس يخش كده بريق من النور، انه يدرك انه والله ما كده اكون برضه ضربته اكتر من 6 مرات بنفس الجزمه يعني، ها يغير. جبت له صور كتف وعنده حق بقى، ما كنت عنيف يعني بينك وبين نفسك ما تجيش تعترف لنا، بس لو المناقشه الداخليه دي حصلت احنا كاولادك هنحس، بس مفيش. يعني رفع التوقعات في الحته دي وحش جدا 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 جدا، فانا احب ان المقص ما يتشالش من جنبك، خليه كل ما خلي الدنيا حلوه، ما ترفعش توقعات عشان هيزيد الوجع اكتر، مع عدم التعاطف والحنين والتنازل، او ان انا مثلا اكون وقفت، بطلت خدمه، بطلت سفريه، بطلت زياره مثلا معايا قلتها مره في الاسبوع، بس جيت في اسبوع كده حسيت ان انا حالتي النفسيه احسن، او اي حاجه من الحاجات اللي بتطرق علينا دي بتخلينا ناخد قرارات بعد ما كنا ماشيين صح نرجع نوقف الدنيا دي، فخلاص بقى هروح لها ماشي، فيبقوا الاثنين والخميس باظت، هنبدأ من أول جديد، باظت. لما بتبقى واخد موقف اثبت عليه، لما كونس ان انت قلبت الناحية التانية، أول حاجة هيشوف ايه غريبة يعني، ايه يعني الحنية كانت من طول عمرك حنينة، مش هو انت الشهرين اللي كنتي في الموقف بقيتي انت عارفة ايه. بعد الشهرين ويوم رجعتي للحالة الطبيعية عشان حسيتي ان انتي خدتي بريك، وان انتي بقيتي احسن، وان نفسيتك بقت احسن، وان طاقتك ومشاعرك بقت افضل، فانت شايفة ان انتي والله لا يعني قادرة تدي، قادرة ان انتي تعملي، فماشي مفيش مشكلة اللي انا يعني لو حتة بس كمان زيادة او اجيب ده بالمرة على السكة، يعني مفيهاش حاجة، مش ضغط على نفسي، عشان ده ناتج اصلا عن تأنيب الضمير، عشان انا بقالي شهرين حاسة ان انا مش معاها زي ما كنت، وضميري بيأنبني، ايه يعني لما اللي ساعدني بالسكينة يعني، ما كنتش تقصد برضه، ما أنا يعني كنت ضغطت عليها وقعدت أزن كتير يعني برضه، وكان الله في عونها، عشان أنا واطية جدا في الحاجات دي. أكلمك بأمانة، متجيش تكلميني سهل، بسيطة. طيب التمرين التاني هو الأخير، صح؟ الحمد لله. أنا حاجة لما تكتب بتبقى إيه صغيرة، موضوع بسيط. هنجيب ورقة هنقسمها نصين، هنكتب على الجنب اليمين أخطائي، وهنكتب على الجنب الشمال أخطائها أو أخطائي، إسقاطا على بابا. لو الاتنين فاحنا هنعمل ورقة لماما وورقة لبابا، مش هنكتبهم كلهم في نفس الحتة، هي أصلا مش هتكفي، هي صغيرة جدا، بس مش هينفع أطلع لأن ده يعني نموذج أنا بشتغل عليه في الشغل عامة، مش أسرار حد، بس عشان يعني احنا إيه مثلا هي يعني قصيرة جدا ماشي، فمش مش هتكفي لماما. هنعمل ورقة لماما وورقة لبابا، 4 لماما و4 لبابا، عادي عادي، يعني احنا هنا عشان احنا عاملين نموذج اللي هي 1 كلوك تمام، كبرت مفيش مشكلة طبعا. اللي في الدار عشان الناس الفضولية دي كانت النية اللي احنا كنا بنحطها، عشان بس الناس اللي عندها تشوش فكري، اللي هي كانت ليها علاقة بالتمرين الأولاني، بس احنا كتبناها هنا بالعرض عشان احنا كنا بنركز أكتر من
متنازل عن كامل حقوقي، ولا متنازل عن ايه من حقوقي، ولا متنازل عن ايه صورة ذهنية متعلقة بأحد الوالدين أو الاتنين، يعني على حسب كل واحد والجزء اللي عنده. عشان في ناس لما بتشتغل، عشان كده بقول بلاش قوي التصنيف بتاع جرح الأب وجرح الأم ده، اللي هي بتشتغل على جرح الأب فطبعا كل حاجة إن هي 60 دقيقة في الحتة دي، فشايفة إن هنا دمار شامل. وماما تمام ما فيهاش غلطة، بيحصل بس أنا بتكلم بقى على الحالات التانية اللي عارفة نفسها، اللي احنا بعد ما خلصنا ده وحسينا بقى بانتصار رهيب بقى بعد ما شطبنا السقف بتاع جرح الأب، اوعى اوعى اوعى، والديكورات بقى والتاتشات مش قادرة أقول لك على الشغل، ونسينا باب الشقة أصلا وكل ده هيتسرق في لحظة، واحنا بنلف بقى واكتشفنا ان في حاجات ايه ده وده من ايه ده، واحنا مش كنا شغالين على جرح الأب، بس احنا نسينا ان في ماما في الموضوع، وان ماما كانت معاشرة بابا حاجة و30 سنة وحاجة و40 سنة اللي كان عنده الاضطراب الفلاني وده أثر على سلوكياتها. فبرضه هي كانت بتعمل 1 2 3، ال1 2 3 دول عملوا لنا 4 5 6. ألف مبروك، نفرح بيكي بقى. فدي كانت جملة من اللي كانت مكتوبة: أنا أتنازل في كامل حقي. هي كانت عشان بعد ما اكتشفت يعني اتجاه أمي عن أتنازل عنه. وجودها في الحياة هي كانت بتتكلم عن الصورة بتاعة الجانب العاطفي، هي كانت الوجود العاطفي. يعني كده كده في ناس كتير بابا وماما عايشين وهم حاسين باليتم، متفقين يعني، يا رب بس تكون واصلة، عشان دي مش هينفع نوضحها، عشان ده حوار، ده نفتح كورس تاني لوحده. زي ما في ناس مثلا بيبقى عندها صحاب كتير ماشي، بس هي برضه حاسة بالوحدة، حاسة ان محدش فاهمها، ما بتعرفش تتكلم مع حد، ما بتعرفش تعمل تواصل عميق مع حد، لما بتتكلم بتحس ان الكلام مش واصل، كأنها غير مرئية. ماشي، نفس القصة بتاعت الايه، الشعور يعني مع الأصدقاء وكده. هنا النموذج اللي احنا كنا بنتكلم عليه كان ليه علاقة برضو بالبنت اللي هي أصلا كانت الوحيدة مع مامتها، فهي كانت مرتبطة بيها جدا عاطفيا حتى لو هي مش موجودة معاها في نفس المكان، كانت غايبة عنها، وكانت في أي مشكلة هي كانت بتعرف يعني تستحضر الحالة الوجودية الشعورية بتاعتها كأن مامتها جنبها، وتقعد تتكلم وتحكي وتشكي، وفي الآخر بتطلع بالحل كأن مامتها هي اللي بتكلمها، هي اللي بتوجهها، لأن هي صوتها اوريدي محفور هنا. فهي عارفة لو هي عرضت المشكلة دي على ماما هيبقى تفكيرها ماما بتفكر ازاي بالشكل الفلاني. طب انا لو قلت لها كده، عشان كده مثلا في حاجات بنقدر نقولها لاهالينا وحاجات تانية لا، عشان عارفين ان دي لو اتعرفت هنا يا جماعه ان شاء الله هنقول عليكي الفرحه يا جماعه. تمام، ف انا عارفه ان هي بتفكر بالطريقه الفلانيه، هتحكم كذا، هيبقى في كلام عن كذا، فهيبقى القرار او كلامها كذا. ده لو هي فعلا كان عندها قدر من الحكمه، فانا كنت بستفيد منها في مواضيع كتير. حصلت صدمه كبيره بالنسبه طبعا للبنت، وهي الصدمه نتجت عن يعني مش الصوره المثاليه، معديه الصوره المثاليه اللي كانت محطوطه لمامتها، لان هي طبعا كان عندها جرح الاب، فكان بابا يعني زفت التين من كله، شايل كله، خد كله حرفيا. فطبعا ماما فله، رغم العصبيه، رغم الشتيمه، رغم الاهانه، رغم الابتزاز العاطفي، خد تشكيله حلوه يعني. بس هي طبعا كان مقارنه، دي برضو مشكله تانية، مامتها كانت بتعمله مع اللي باباها كان بيعمله، فماما فله شمعة جناحات ضاربة في الصالة، واخدة الريسبشن كله لحد باب الشقة، مفيش وجه مقارنة، يعني تعمل اللي تعمله ده مقارنة من الأب كان بيعمله. هي كان عندها هي عارفة ماما ملاك مستعمل لا تخطئ، بس هل ماما ما بتخطئش؟ لا، هل ماما ما اتأثرتش بعشرة بابا اللي كان عنده اضطراب رهيب مأثر على السلوكيات طريقة التفكير ودانا كلنا في 60 داهية؟ لا برضه، بس هي نظرة ايه لسه ايه مثالية. مع العشرة زادت، يعني مع مرور الوقت كل ما بتزيد السنين بندفر أكتر على بعض، فبنطبق أكتر، نقفش أكتر، نمسك أكتر، كلبشة رهيبة أوي. فدي عشان تفك، وده يعني حاجة جت من عند ربنا، إن الموقف اللي حصل
كان شديد قوي عن ان هي تتحمله، فكسر الصورة اللي في دماغها اتجاه مامتها من غير احنا مكناش اصلا بنشتغل على الحتة دي اساسا، لان احنا ما كناش بنتكلم على ماما، ولما كانت بتيجي سيرة ماما كانت بتيجي سيرة ماما بكل خير، ما كانش فيه مشكلة. حصل زلزال جاب انهيار، ما حصل انهيار مش قادر اقول لك على التفاصيل بقى. المهم طيب، فدي مش اسرار حد بس عشان يعني ايه يعني كان مسك شغل بنشتغل عليه. ماشي، انا في الجانب ده هنتكلم عن اخطائي، وفي الجانب ده هنتكلم عن اخطاء ماما او بابا، كل واحد في ورقه واحده. كانت في حاجات زياده الورقه ما كفتش نعمل واحده تانيه، فدي في امتحان اوكي. بس في ناس يعني رهيبه على فكره، انا كنت كده وانا صغيره، كنت يعني كنت حاجات يعني مش قادره اوصف الفكره ما علينا. مثلا هي كانت في برضو نقطه بتاعت مثلا ايه، ما عندهاش صحاب كتير، او بمعنى اصح هي بترتاح في الكلام مع مامتها من الاخر، قاعدين مع بعض وباللوك والدنيا والتفاصيل وهي عارفه كل حاجه والدنيا تمام. فانا عجبتني قوي، استخدمت المصطلح عشان هو عجبني قوي، شهوه الكلام. يعني هي فعلا زي شهوة الأكل، زي شهوة الشراء، زي حب اللي انت تقعد تكنز تجيب في حاجات هنلبس كل ده، لأ كمية الاكسسوارات دي ما لأ، بس هات فاهم، أنا أصلا في فراغ هنا عايزة أحشيه. أنا مفكرة بقى دولاب الجزم ده هيغنيني عن العالم، يعني خلاص هاخد بيهم في الآخر، بس يعني بيبقى في سن أكبر يسمح لنا بهذه المرحلة منها. شهوة الكلام عجبتني في إيه النقطة بتاعت اللي هو أنا بحب أتكلم كتير، فهي بتقعد معاها حرفيا على كلامها مش دعوة فوق 3 ساعات، يعني مش بيحكوا في موضوع واحد. طبعا فتح عارف الفتيل، بنقعد نشلتت بقى حرفيا. تمام. لما الجانب الفظيع طبعا اتصدمنا بيه كلنا طلع من ماما، فبقى الكلام مؤلم جدا مع ماما، فجاب سدادان نفس، قفلت في وشنا. شهوة الكلام بقت مش متاحة، بس مش بشكل عام، مع ماما اللي كان المصدر المغذي لهذا اللك. فأدى مع مرور الوقت واحنا بنحاول نعالج الموضوع، بس شهوة الكلام مش مشبعة، يعني هي موجودة بس محتاجين نلقه في حتة تانية. هل هي المشكلة في دي؟ لا، هي المشكلة في ان احنا عندنا شراهة اتجاه الكلام. فبقى درس تاني، احنا محتاجين نتعلم ان احنا نقلل الرغي، انك بتلقي ياما فالغلط كتير، كمية الأسرار اللي بنشاركها أكتر، الحاجات اللي مينفعش تتعرف على الملأ، الثغرات ونقاط الضعف تتجاب كده عشان الدنيا ولعانة. فمع حد زي ما هي يعني اتكلمت إنه أصبح هو العدو دلوقتي مش الأب، هي طبعا اكتشفت بعد مرور السنين إن هو بيتم ابتزازها، وإن الكلام اللي بيتقال بيتمسك عليها، وإن الحاجات اللي أنا كنت حاطاها سر اكتشفت إن هي بتحكيها لخالته و يعني صاحبتها جارتها الأنتي حاجة، يعني في صلة بينهم، يعني الشارع اللي جنبهم كده. فبتيجي كل فترة بتزور وبتاع بتلق، فبتشارك حاجات هي مكانتش حابة إن هي تطلع. بكلمك انتي أمي، انتي ليه بتحكي الموضوع؟ الجملة مستفزة مستحقرة جدا، بس الكلام جنب بعضه تحفة. بتلاقي حاجاتك كده بتطلع في من الدولاب كلها خاصة جدا عشان تتكلم جنب بعض. ايه الحياة الممتعة دي؟ ايه ده؟ ايه السعادة اللي مش لاقي لها مبرر؟ تمام. فده خلينا تدرك نقطة مهمة، بنحاول بس نجيب الايه نماذج الحتت اللي ينفع اصلا نتكلم عنها. لما انا بحب الغي كتير، الناحية التانية هي بتفتح في الكلام اكتر، بتمسك عليا حاجات اكتر، زي ما احنا قلنا نقاط الضعف، الاسرار، الحاجات اللي ينفع تتشارك ولا متتشاركش، وبعدين نبتدي نتكلم عن المخاوف، وده بيخلي الحد يعرف يسيطر عليك بشكل اقوى. كل الكلام اللي احنا بنتكلمه هنا للناس اللي هي مش مستوعبه اللي احنا بنتكلم عن اب وام، ما احنا مش بنتكلم عن اب وام طبيعيين، احنا بنتكلم عن اب وام مضطربين. زي ما حاجات كتير قبل كده حاولت ان انا اشاركها، شيء موضوع نرجسي وسايكوباتي وتوكسيك، هو بيبقى انسان مؤذي
فهي الشخصية دلوقتي اللي أنا معاشراها إحنا هنشيل الغطاء أو الستار أو الطقم بتاع إن هما ده بابا أو دي ماما، علشان أنا أقدر أشوف بشكل واعي أو أنا بيحصل معايا إيه. يعني طول ما هما في الإطار ده أنا هسمح لهم بأي حاجة، علشان مفيش حد هيصدق إني أبوه تاجر مخدرات، مفيش حد هيصدق إني مثلا أمه بتسرق من فلوسه مثلا أو بتخرب بيته. يعني مفيش حد يعني طول ما هي ماما مع صورة ماما أنا مش هشوف مشكلة عشان هي ماما. والأم في الدور المقدس بتاعها حرفيا مش هيطلع ده. فأنا عشان أشوف الفعل إن هو طالع من إنسان، فأنا لازم أشيل الرتبة أو المكانة اللي هو محطوط فيها، عشان أصلا أبتدي. يعني لو أنا حد شاكك وعايز أفصل هو فعلا حد أنا بتعرض لأذى ولا لأ، أي علاقة مؤذية ليا ولا لأ، أقدر أشوف إن هو لو في اضطراب في السلوك أو اضطراب في الشخصية أو اضطراب في الفكر أو مشكلة في المشاعر، فأفهم إني أنا بتجر معاه في حاجات تانية أو بسبب اللي عنده بيعمل فيا أنا 1 2 3، ولا هي النفسية أصلا بايظة اسودت خلاص فحامت راحت في داهية. دي ما بتتعالجش، دي حاجة بإيد ربنا. تمام. أو أنا اللي ممكن يكون عندي مشكلة في إن أنا مثلا أبسط الحاجات اللي هي بقت شهيرة أوي دلوقتي من كتر الضغوطات اللي أنا بقيت بمر بيها، وما بفرغش وما بقعدش مع نفسي وما بحكيش وما بوضحش وما بفصلش بين كل موقف والتاني. يعني عديت مرحلة الحساسية تجاه الآخرين. أنا سوري زي ما بيقولوا بالبلدي معبي، يعني جايب آخري. أقل كلمة نظرة عطسة كحة نحنحة تخبيطة أي بتنجان شايفة إن الكلام عليا وشايفة إن هو مؤذي ليا، أنا أصلا خلاص أنا يعني دي كده مش مستحملة. فلو أنت معدي كنت بتجري بسرعة وتلاقي واحدة كتف كده وأنت تلاقي أنت قاصد وتلاقي العركة كده، ممكن يكون أنا اللي على آخر. فعلشان كل ده يتحل وإحنا يعني مستعجلين، أنا لازم أشيل الرتبة اللي أنا حاطط فيها الشخص. وهنا يعني الحتة دي ممكن نطبقها على أي حد، بس احنا عشان بنتكلم على أصعب يعني مرحلة مع إنسان مهم جدا في حياتك، الأب والأم مفيش بعد منهم. لو انت موجودة مع الزوج أو الزوجة أو لو العكس مثلا حد بيتفرج مع حد من عيالي أو أشوف يعني بشكل موضوعي وحيادي إيه اللي بيحصل عشان أقدر أحدد أنا يعني هحكم على الفعل ده هو مؤذي ولا مش مؤذي، هو صح ولا غلط إزاي، وأنا يعني مديك بدلة معاها كل الصلاحيات تدمرني في أقل من 5 ثواني. تمام. لأن لما هي أصلا الكلام عن النقطة بتاعة الشهوة بتاعة الكلام اللي هي بتحب تتكلم، عشان هي كانت بتشتكي من إن هي مامتها بتتكلم كتير جدا وهي مصدعة واتخنقت من القعدة. طب هي القعدة كانت حلوة، إيه اللي قلبها وحشة؟ كنا بنقعد أكتر من 3 ساعات، إيه اللي حصل؟ بتفتح بلاوي في حتة تانية. تمام. مثلا حاجة تانية يعني مثلا برضو دي كانت مهمة، فكرة اللي هو إيه إصراري على إن هي أمي نفس القصة، وناسية إن هي إنسانة عندها برضو مشاكلها وصراعاتها وطفولتها وضغوطاتها، طريقة تفكيرها ودماغها وحياتها تجربتها هي الخاصة، ملهاش أي علاقة بيا أنا، إن هي أصلا عاشتها قبل ما نيجي مش موجودة قبل كل ده. وإن أنا متوقعة منها إن هي تتفهم وتعيش وتحس نفس اللي أنا فيه بمر بيه حاليا مع اختلاف الزمن والأوضاع والإمكانيات والعمر والسن والحاجات دي كلها. وإن هي لو في حاجة وأنا مصممة إن أنا أغيرها اللي هي تستجيب ليها، فكرة إن هي مثلا إيه منتشرة أوي، يعني هي أمي لازم أعالجها، لازم أخد بإيديها، هي لازم تتغير، لازم تعرف إن اللي هي فيه ده دي حاجة يعني مش عارفة أحطها يعني في صيغة إيه، بس هو أنت لو عملت إيه بالذي ده مش هيحصل. يعني لو الحد هو مش عايز يغير الشيء ده هو مش مشكلة بالنسبة له، هو مش تعبان منه، أنت اللي تعبان، فالمشكلة عندك أنت، والحمد لله إن هي عندك أنت فهنغيرها معاك أنت. طب أنت بقى بتشتكي من إيه؟ يمكن تكون أصلا هي الحاجة اللي عنده إن هي هي مشكلة مضايقاك، بس بتعكس أنت عندك حاجة تانية أو جايبة مشكلة تانية بالنسبة لك، فأنت
بتعكس لك النقطة اللي عندك انت اللي انت محتاج تشوفها عشان انت تصلحها، فانت اللي ترتاح بغض النظر عن الحتة اللي موجودة فيه بره. طالما ان هي حاجة يعني زي النموذج اللي احنا بنتكلم فيه، دي حاجة انت مضطر بتعايش معاها كل يوم. الحاجات دي يا جماعة بالله عليكم ما بتطبقش مع حد انا اقدر اقطع علاقتي بيه بكرة الصبح، برغم الحب، برغم الألم، برغم العشرة، برغم اللي بينا، برغم اللي تقدر تستغنى. يعني تبقى واصل لمرحلة من الدمار والضياع والمرض، حاجة وصلت حد النخاع ما نولع فيها وخلاص. يعني في التمسك، أنا مش فاهمة أنا اللي مكلبشين فيه إيه بصراحة. وأنا آسفة يعني الشخصيات اللي بيتكلموا فيها كل اللي أنت مديها دول، مش بتكلم عن أب وأم دلوقتي، أنا بتكلم عن إحنا نقدر نقطع معاهم عرر. والله العظيم 3 بتحكوا عن عرر. طب إيه الدنيا ما بتفهمش كل هذا العطاء عشان إيه؟ ما بتعرفش حضرتك مالك متشبثة أوي دي؟ مش لا يا مبرر. هو عمل ايه وهي أدت ايه في المقابل؟ ما تفهمش. بس احنا في برميل العطاء كله دلق مننا عشان فهية الأمر أنا اللي محتاج مش هو اللي محتاج. أنا اللي عايزة أتشاف، أنا اللي عايزة أتشكر، أنا اللي عايزة أتحضن، أنا اللي عايزة أتحب، أنا اللي عايزة الحنان. أنا فهو حوار أنا، الدنيا قائمة عليها إيه؟ أنا الحوار معايا أنا. اللي بره بيجي بيطرطش زلط، بنلم الغلط وبناخد بعد ما نمشي بس خلاص. طالما نحليناها سلام عليكم، طالما أقدر أستغنى سلام عليكم، حاجة أنا مش مضطر سلام عليكم، مش بلاء سلام عليكم خلاص. انما ليه مش عارفه، بحس ان في ناس حابه ربنا يهدي. طيب اوكي، نفس القصه لما انا بتكلم عن اخطائي مثلا في الجانب ده وعن اخطائي. يعني مثلا عندي حب، انا مثلا زي ما احنا اتكلمنا عن نقطه الشهوه بتاعه الكلام، او انا مثلا شايفه ليها في المقابل ان هي بتتكلم كتير وان هي بتحكم عليا كتير، كلامها مثلا لاذع جدا، بتنتقدني، عينيها على كل حاجة معايا في الراحة وفي الجاية. ده هيقدر يحدد ايه الحاجات اللي انا اقدر اغيرها، يعني اقدر احلها دلوقتي حالا فاقدر انا ارتاح منها، والحاجة مثلا اللي ممكن تكون محتاجة لها اسبوعين 3 شهرين 3 عقبال ما الاقي نتيجة ان انا اقدر ارتاح منها. والحاجة اللي هي عندها هي فدي في المنطقة بتاعتها هي، انا مقدرش ان انا اغيرها عشان اكون واعية بيها، فبطل ان انا اشتكي منها عشان ابطل احس بالضغط والمعاناة اللي جايلي من الجهة دي، فخليني في الجهة دي اللي هي بتاعتي. لما هنخلص دي في حاجة تانية تفصيلية أعمق، ده لو حد حابب يوصلها، مش حابب هي مش أساسية، هي حاجة يعني إكسترا بلس. لو هتفصص على الأخطاء الفكرية والمشاعرية والسلوكية اتجاهها، إني أنا بعملها اتجاه، يعني في خطأ فكري أنا بعمله إن أنا مصممة، أنا اللي مصممة إن هي تتغير، هي تتعالج، هي توعى، هي تقفل بقها، هي تقلل كلامها شوية، هي تبطل تلم على الناس، هي ده. قومي انتي من قدامها. 14 نقطة هم يخلصوا في إن انتي تقللي قعدتك معاها، قومي من وشها، سهلة خالص بيها هي خلاص بقى، والحساب عند ربنا هتتجازى، ملناش دعوة. هنا بقى نيجي بقى في حتة بقى مش نسطح، احنا غرباء ملوش حاجة عن بعض، عشان بالسن بالخبرات بكل اللي هي مر، مش انت اللي هتيجي تنصحي. وخليكي واعية قوي لنقطة ان محدش هيتقبل منك النصيحة، يعني ان انتي بنتها واصغر منها في السن، ومن يوم ما اتولدتي لحد ما هي بنتي عندك احفاد وربنا يبارك في عمرها، هتفضل شايفه ان انتي متخلفه وناقصك حاجات كتير وهتفضل توجهك. فدي حاجه بيزك عشان نخلص من تفاصيل كتير. تمام. الاخطاء مثلا المشاعريه اللي بتكون عندي انا من ناحيتي انا اتجاهها هي، يعني المفروض ان هي تريحني. انا كنت عامله تكون حنينه ورحيمه عليا اكتر من كده، تحتويني، تهديني، تحضني، تعملني. ما بتعملش، بدل ما انا اطلع اتعارك انا بره، احل انا الموضوع معاكم، اشوف انا ايه اللي اقدر اقدمه لنفسي. هي بطلت ان هي تقدمه لي، او ما كانتش بتقدمه لي في الاول وانا في اشد الاحتياج اليه، عن ان انا اقع في علاقات نتنه بسبب احتياجي ده. انا محتاجه ان انا اقعد اتكلم معاه، هبقى محتاجه ان انا اللي ادي الحنيه دي ليا انا لما اتحط في مشكله، او ان يبطل صوت الجلد والشتيمه والزعيق بتاعها اللي جوايا. الجهاز التسجيل عندي حافظ ان هو يطلع، واتعامل انا مع نفسي دلوقتي ان انا الام، واللي قدامي دي هي انا، بس هي الطفله او المراهقه او الانسه اللي لسه بتكتشف حاجات كتير في الحياه فبتغلط عشان محدش وجهها اصلا، وان انا اكون رحيمه بمرحله الوعي اللي انا بمر بيها، اللي انا كنت زعلانه منها قوي ان هي ما عملتهاش معايا.
ده هيدخلنا برضو النقطة المنيلة اللي بعد كده، اللي هو أنا ما قدرتش أعمل ده لأن دي تجربتي واختباري وبلائي حاليا، أنا هعمل نفس القصة بالملي مع عيالي، عشان الناس اللي مقتنعة إن هي أنا لما هتجوز لا يمكن أبقى قاسية وعنيفة وضغطة. عقلك مسجلش ردة الفعل دي، لأن دي أول ردة فعل حصلت من أول حد أنت شفته في حياتك، وهو ده اللي أنت تعرفه. كمية الثقافة المبالغ فيها على اليوتيوب اللي ما بتطبقش أصلا، وبتاخد وقت عقبال ما تتجوز وتخلف، وقت ما هتبقى في وقت العركة أنت متعرفش حاجة غير الشبشب وطاقة الحساب. فهم دول اللي هيطلعوا طالما أنا ما طبقتش سلوك تاني غير ده، لأن أنا أصلا ما قدرتش أعمله مع نفسي، أنا ما قدرتش أغيره، أنا ما قدرتش أحتويني، فأنا مش عارفة أحتوي ابني، لأن أنا كمان ما خدتش الشعور ده من مامتي. هي سلسلة ما يعلم بها إلا ربنا. دي بقى هنا النقطة بتاعت الاختبار، دي بقى هنا الحاجات اللي لما بتبتدي تشتغل على الدمار النفسي اللي انت بتمر بيه، تبتدي تفهم ليه انت الحاجات دي بتمر بيها. ده لو حبيت اصلا ان انت تتغير، ده لو انت قاعد لحد دلوقتي بتسمع عشان انت عايز تلاقي حل، عشان انت تعبت من اللي انت فيه، وعشان انت عندك خوف شديد من المسؤولية اللي هتبقى فيها بعدين. فلو انت مغيرتهاش وقطعتها دلوقتي، مفيش حاجة هتتغير قدام، مش هتقدر ان انت تحضنه وتحتويه، لان انت ما تعرفش الحضن والحنية والاحتواء عشان ما خدتهوش، فانت مش عارف شكله ازاي. مش هتقدر ان انت تتمالك نفسك عند الغضب وتطلع الحنية، او ان انت حتى تمسك نفسك وتسكت وما تمدش ايدك عليه وما تشتموش وما تضربوش، لان انت ما اتعلمتش اصلا الضبط النفسي في الموقف اللي انت فيه حاليا. لو انت كبير وبتتعامل مع حد كبير، بالك بقى وانت اكبر وبتتعامل مع حد اصغر، هي نفس الدايرة ومؤلمة جدا. لان في المواقف بقى دي لما هتبقى انت في دور السلطة بعد كده، هتطلع انت ما فيك، أسوأ ما فيك ده انت تبقى مرحلة الرحمة يعني. هتشوف انت نفسك في نموذج الاب والام اللي انت اصلا كنت بتكرههم ومعترض عليهم، واللي انت كنت شايف عشان هي حلوه قوي هي بره لا يمكن اعمل، تحفه تحفه، طول ما انا بره لا يمكن، دي تجنن خربانه عشان نبقى على نور بس. طيب دي الشعوريه. وفي الاخطاء السلوكيه. الاخطاء السلوكيه هي اول ردة فعل او اول سلوك بيصدر مني اتجاهها او اتجاه بابا لما بتعمل مثلا حاجة بتعصبني. دي برضو حاجة منتشرة ويعني بتؤدي لمشاكل كتير. لما مثلا بتقلب كلام ناقد ولاذع كتير، فلما بقوم اخد بعضي وامشي، وده احسن لو انا ما بعرفش امسك نفسي، يا اما لو انا عايز اغير انا ببقى سامع ده وافضل قاعد عشان اتعلم اللي انا بتعرض له ده، امسك نفسي وثابت فيه. والمرحلة الاعلى ان انا ابقى في ده، في تون الصوت اللي رايح في 60 داهية بأمة لا إله إلا الله اللي سمعت بيا في حوار أصلا ما كانش مستاهل إن إحنا صباح الخير كده لبعض وإحنا بنتكلم، ممكن نخلص فيه كده، بس أمة لا إله إلا الله سمعت إحنا بنقول إيه على موضوع ما يستاهلش. والله العظيم ما كان يستاهل، بس عشان التراكمات والمشاكل حاجات كتير قوي ملناش فيها ومش موضوعي ومش مشكلتي، بس على حظي بقى جت فقمت مفرقعة، وإن أنا أقدر أوضح وجهة نظري وأقول الكلام اللي أنا عايز أقول بتون صوت هادي، من غير ما أخرج عن سياق الكلام، من غير ما أطلع بره الموضوع، من غير ما أجيب لها حاجات قديمة تانية أفكرها باللي لما أنت عملتي وقلتي وأنا سكت وعديت وأنت طول عمرك مش عارف إيه وبتاع، ومن غير من إن أنا أضطر يعني انفجار بقى، فهستخدم مصطلحات وألفاظ هتودينا كلنا في 60 داهية. دي طبعا المرحلة بتاعة الملوك ملناش دعوة بيها، يعني الناس اللي بتحب تعلي ربنا يديكوا الصحة، دول بياخدوا بروتين ملناش دعوة، صحتهم مساعدهم ماشي، دول اللي بقى في الجيم عارفينكم. احنا بس لو لعبنا بين حتة انا مثلا في موقف لما الدنيا بتعلى بسحب نفسي، وبين ان في الموقف التاني او التالت السابع قدرت هي تقعد تقول كل الكلام ده وانا قاعدة يعني ماسكة الغضب تمام، او ماسكة الانهيار، او بتقول اول كلمتين بالخبرات بقى الحياتية،
ده هيحصل معاكي لما هتتجوزي، وهيحصل معاكي لما تبقي في الشغل، وهيحصل معاكي لما تسافري، وهيحصل معاكي لما يبقى عندك أطفال. نفس القصة ما اتعلمناهوش هنا مش هنتعلمه بره. نفس ردة فعلك معاها هنا هتبقى هي نفس ردة فعلك بره. فهو تدريب، ممكن تكوني مش حابة تعمليه معاها، اتس اوكي، بس برضه هيبقى أصعب بالنسبة لك لما تعمليه مع جوزك، يعني هتبقى نفس القصة. حب العمر بقى والجامعة اللي كانت عارفة حواراتنا و7 سنين رايحين جايين والدباجيب قد النظر عن فاهمين يعني اللي فيها كله عك كده كده، ولكن يعني بيبقى حب بقى. مش قادرة أقول لك، هو مش حب بس بقى، مش عايزين ندمر الدنيا. هتصعب عليكي نفسك، مش هتقدري ان انت هتودي عليه، وهتبقي مصدومه من ردة فعله، وهتبقي موجوعه بس مش عارفه تقولي ايه، وحاسه ان انت بتتظلمي وحقك بيتاخد بس انت مش قادره تواجهيه بالحقيقه، هتحسي ان السكينه بتخش مدى في قلبك ومش قادره تنفس. انا ان انا اتعلم ان انا امسك نفسي واسيبك انت ام لا اله الا الله تسمع بيك، طالما مش انا ست سيئه يعني مش عملت غلط، وافهمك غلطك بمنتهى الهدوء، انه حاجه كبيره يعني، وقررنا ان احنا نكمل بعضيها خير وبركة، هنتطلقوا بعديها خير وبركة والسلام عليكم. يعني بعد كده قدام برضه هتواجه الناس اللي عندها مهارة وحب ان انا اركب اللي قدام الجد، ارمي ترابيزة بكراسي بقاعة الفرح كلها على دماغك. الناس برضه دايما اللي بيبقى معاهم بنتزحلق في حتة ان هو ايه، بتعيط وتنهار وتقول كل اللي في قلبها وتقعد تبرر وتدافع وانا وما عملتش. انت في شخصيه ممكن توصلي معاها تبقي انت موجوعه من الكلام اللي هو بيقوله لك، انت عماله تعيطي، انت بتعيطي ما فيش اي حاجه، انت بتصله كده من الصدمه الكلام اللي هو بيقوله لك على كل اللي انت عملتيه وبتعيطي، ويقول لك بقى ابداي بقى الابتزاز بقى والتلاعب معايا، جاي من الشارع قسما بالله. يعني في تفاصيل نفسي اعمل السلسله دي بس يعني بحاول تملك اعصابي. يعني اوقات كتير جدا اكبر غلط احنا بنعمله القيمه اللي انت اديتيها لحد، يعني ما فيش دور في الحياه حتى ولا صباح الخير، بس انت لفتيها لي جامد، وهذا خطا ولا بد ان احنا نصلحه، يعني احنا لو مصلحناش الدنيا تروح في حته وحشه خالص، وغلطتنا ولازم نصلحها، اللي بايدينا دايما نعملوه. اول مره بتبقى صعبه، لما بتعرضي نفس الموقف 13 14 مره خلاص تكسبي مناعه. بس في ناس بتبقى لسه موضوع ان هي فعلا مشاعرها مرهفة، فعلا هي انسانة حساسة حقيقي، هي رقيقة، وقعت مع عرباجي تحصل، نسكت له؟ طب وبرستيج قدام المجتمع والكورسات والمعلومات اللي انا بشاركها وانا بتابعها بيكم، لا عيب، عيب تبقي قاعدة معانا القعدة دي وما تبقيش قد نفسك. لا الرئة دي حبيبتي لاصحابها، بنبقى عايزين قاعدة فيها رئة نطلعوا لهم شوية رئة، هي على طرف المعلقة مكتريش، قلبت احنا جاهزين وحاجتنا في جيبنا وكله تمام، وعلى هوبة الاستاد، هوب انت بس ومالكش دعوة. مهارة من مهارة الحياة، ملهاش دعوة خالص بالكورسات الأونلاين، ملهاش شهادة ومفيش مدرب بيدربوها لك. انت بتاخديها كده في وشك وانت ماشية، لا إله إلا الله، في ايه؟ طب أنا عملت ايه؟ مهارات. ابنك بيبتزك يقعد يصوت ويسامح، عايزك انت قد ايه ام ظالمه عشان اصلا بتاعت حلويات ما تتاكلش في وقت زي ده، وغسلنا استنى داخلين على نوم، في ايه يا حماده؟ في اللحظه اللي انت بتكتشفي فيها ان انت لا دلعتي حماده زياده عن اللزوم في $200 عشوش في الحمام، يعني طبعا بنتقمص ردة الفعل اللي نعرفها بقى، طب هنعمل ايه؟ فالموضوع ليه بعد، بس احنا مش هنوصل للمرحلة دي واحنا لسه في المرحلة دي، نخلصوا المرحلة دي الأول بعدين نشوف ايه. بس هذا هو التمرين الأخير، دي فايدته. التفصيصة بتاعت الأخطاء الفكرية والمشاعرية والسلوكية مني أنا اتجاهها عشان نفهم بنعك في ايه وبنلم الدنيا دي للناس اللي دماغها فيها صراصير، حبايب قلبي عارفاهم، مش
فكك، خدي الطريقه الاولانيه، شوفي انت غلطاتك فين غلطاتها فين، وبطلي اللي انت بتعمليه ولمي الدنيا. لو طلعتي ب50% من العركه دي انت كسبانه، اي حاجه هتطلعي فيها من العركه دي انت كسبان. انت لو وقفتي العركه دي انت كسبان، سحبتي منها انت كسبان. مبروك عليكي مقدما، الف مبروك. المهم انت عامله ايه؟ انبسطتي؟ استفدتي؟ طلعتي بمعلومه؟ حسيتي ان في حاجه اتغيرت؟ شاركيني رايك، شاركيني رايك. لو عديتي من هنا شاركيني رايك واكون ممتنه ليكي. بس انا كده خلصت، رب تكونوا استفدتوا. واشوفكم على خير ان شاء الله في موضوع جديد هيكون منيل اكتر من ده، بس ناخد بريك عشان الصحه والعافيه. باي باي.